السلام عليكم مشاهدينا الكرام، لاباس عليكم خوتي خواتاتي؟ كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ناشطين ماشطين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، وان شاء الله دائما نشوفكم بخير وعلى خير. بالنسبه للناس اللي كيديروا نفس المحتوى، الناس اللي كيديروا محتويات اخرين، الله يسهل على الجميع. كنتمنى الخير للجميع يا ربي، وربي يسهل عليكم. وشكرا على المشاهده، ونتمنى انكم تشجعوني شجعوني شجعوني شجعوني. مرحبا بكم عندي اليوم. فكرت انني ندير معكم واحد الطاجين مغربي تقليدي امازيغي اين نترم. اللي بغيتو. مرحبا بكم عندي. دابا كنحتاج غندخل المقادير باش نقص شويه من الهضره. الهضره بلا خضره. مرحبا بكم عندي. هنايا بالنسبه لي انايا اش كنحتاج لهذا الطاجين؟ كنحتاج الخضره كاع اللي عندكم نتوما في الدار، الشيفلو، البطاطا، كلشي اللي بغيتو نتوما غادي ديروه في الطاجين. بالنسبه لي انا عندي هنا اللوبيا، هذه كنقولوا لها في المغرب اللوبيا هذه الخضراء، وعندي البطاطا. المهم كلشي كيعرف اللوبيا، كلشي كيعرف البطاطا. هانتوما كي كتشوفوا هذه نقيتها وغسلتها. عندي هنا بالنسبه للطوابل اش كنحتاج بالنسبه باش غادي نصب. كان البصله، كلشي كيعرف البصله باش كينصب، شويه ديال المطيشه او الطماطم والكزبره، هادشي اللي كاين. المهم الحاجه اللي ما فهمتوهاش راه كتبان لكم في الفيديو. عندي هنا الجلبانه والجزر او الزروديه اللي كيقولوا في الجزائر، هادشي اللي كاين هنا. وعندي بالنسبه باش غنزين عندي الزيتون ديال الدار او الزيتون المفرشخ، هما كيعرفوا المغاربه شنو هو الزيتون المفرشخ. المهم عندي الحامض هذا اللي كيكون مخلل بالملحه، والتوابل. بالنسبه للتوابل نفس التوابل اللي كنعملوا دائما، يعني الزعفران، شويه بزار، شويه الفلفل الكحل، وشويه زنجبيل، شويه ثوم، وشويه فابريكا. يعني ما كاينينش توابل بزاف في الطاجين. بالنسبه للزيت ممكن ديروا زيت الزيتون او الزيت العاديه اللي كطيبوا بها، او الزيت العاديه اللي كطيبوا بها. بالنسبه للحمه نتوما اختيار، لحمه الدجاج، نتاع البقر، نتاع البط، نتاع الوز، اللي بغيتو نتوما حسب المقدره وحسب المجهود وحسب عدد الاشخاص اللي عندكم. انا غادي ندخل الطاجين باش نصب لكم نصب الطاجين، وهانتوما معايا. هانتوما ها الطاجين، ها هو الطاجين ديالي. كنحلو الطاجين بحال هكا، كنحلو الطاجين، وبعد الطاجين غنديرو فيه نديرو التوابل. نديرو التوابل فوق اللحمه باش تنسم لينا. دابا هادو هما التوابل اللي غادي نجيبو شويه ديال الملحه، وهانتوما معايا ما حطيتش الملحه. وينك يا ملحي؟ غنضيفو شويه ديال الملحه باش تنسم لينا الخضره وكلشي بحال هكا. وغادي نجيبو الزيت بحال هكا، وغادي نشدو اللحيمه ديالنا ونسموها. المهم نتوما اللحمه على حسب على حسب العدد الاشخاص اللي عندك نتيا، على حسب اللي بغيتي نتيا. ممكن تجيبي كيلو، ممكن تجيبي نص كيلو، ممكن تجيبي اللي عندك نتيا. حنا ما هادشي اللي كاين. كنسم اللحيمه اللي عندي وغادي نضيف عليها. بالنسبه غنضيف البصله، نتمنى تكونوا تشوفوني. كان شويه هنا هانتوما. غنضيف هنايا القزبر، الطماطم والبصل. البصل نسيكم اللي حصل هنا. غنديو الطبق ديالنا يتشحر او يتشوح، ومن بعد نرجعوا باش نستفوا عليه الخضيره ديالنا. يلا نتلاقاو في بعد الاشهار. لا يوجد اشهار. دابا رجعنا معكم، غادي نشوفوا الطاجين. كيف كتشوفوا دابا الطاجين تسحر لينا، سحرت اللحم، تسحر كلشي دروكا. دابا اش غنضيفوا شويه ديال الماء. غنضيفوا الماء وغادي نحاولوا نوزعوا المياه ديالنا. دابا غنصفوا الخضر. بالنسبه للخضر انا غنضيف اللوبيا، هي الاولى. غنضيف اللوبيا كيف كتشوفوا هنا. نتمنى تكونوا تشوفوا مزيان، حيت اللوبيا كتشد الثياب شويه. نوزع اللوبيا ديالي بحال هكا في الطاجين.
من بعد غنجيب البطاطا وغندير. نتمنى تكونوا تشوفوا مزيان. شوف التليفون. وندير البطاطا بحال هكا، نوزع البطاطا. هذا هو الطاجين المغربي بالخضار. ممكن الخضره تنسموها من قبل، يعني تنسموها، ولكن انا غنرش فوق منها شويه التوابل، غير شويه الملحه، شويه البزر، لانني انا دايره التوابل. عشان المرق اللي كاين في الطاجين غادي يطلع وغينسم ليا الخضر. غادي نضيف الجزر او خيزو بحال هكا. كنبقى غاديه وكنستف. راه العين تاكل قبل الفم، العين كتاكل قبل ما الفم. كنبقاو بحال هكا كنزينو. دابا شنو باقي ليا؟ باقي ليا الجلبانه او البسله، واش تقولوا ليها البلده الاخرين يقولوا ليها البسله، حنا كنقولوا الجلبانه. بحال هكا ممكن تضيفوا الطماطم من الفوق الا بغيتو، تزيدوا شويه المطيشه ولا البصله من الفوق الا بغيتو. ما بغيتوش كنكتفيو فقط هاد. غادي نضيفوا الزيتون، زيتونه دائما كنمشيو على حسب، كندوروا الزيتون على طاجين بحال هكا. عندنا طواجين بزاف كاينين في المغرب، يعني هذا الطاجين ديال 2 اشخاص او 3 الاشخاص. نجيبوا الحامض والفلفل. الفلفل دائما اللي في الطواجين ديالنا هو الحار. ونضيفوا الحامض اللي يكون مخلل. وهذا هو الطاجين. نخلوه يطيب لينا، ونعودوا بعد قليل نرشوا شويه ديال الملح هنايا، غير شويه ديال الملح عشان باش نسمو الخضره، غير شويه ديال الملح ماشي بزاف، وشويه بزار يعني فلفل كحل غادي نرشوه من الفوق وصافي. هذا هو الطاجين ديالنا. كتعرفوا بان المرقه غادي تغلى وغادي تطلع وغادي نرشوا بها الخضره. يعني المرق اللي كتكون في الجناب كنهزوها بالمعلقه هكا وكنرشوا بها الخضر حتى كطيب لينا الطاجين. كنذوقوا الملحه هي هذه وصافي. هذا هو الطاجين ديالنا، شي حاجه صحيه وشي حاجه اللي زوينه. نتمنى انه الطاجين يعجبكم، وان شاء الله ملي يطيب نوريكم كيف جا.